قصة عمرو بن الجموح. كان عمرو بن الجموح شيخا وقورا في المدينة المنورة. كان يحب قومه ويحبونه، لكنه كان يعبد صنما قديما صنعه بنفسه. كان يطلق عليه اسم منوف. كان يضع له أجمل الثياب وأطيب الطعام. أبناء عمرو كانوا قد أسلموا. كانوا يحبون أباهم كثيرا، وكانوا يتمنون أن يترك عبادة الصنم. كانوا يقولون له: يا أبي، إن الله هو الواحد الأحد، هو الذي خلقنا ورزقنا، وهذا الصنم لا ينفع ولا يضر. في كل ليلة كان أبناء عمرو يأخذون منوف سرا. كانوا يرمونه في حفرة مليئة بالقمامة، وفي الصباح كان عمرو يصحو ليجده مفقودا. كان عمرو يبحث عنه في كل مكان حتى يجده في الحفرة متسخا ومغطى بالتراب. كان يغضب ويقول: يا منوف، من فعل بك هذا؟ ثم ينظفه ويعيده إلى مكانه. تكرر الأمر لعدة ليال. في كل صباح يجد عمرو صنمه في القمامة. وفي إحدى الليالي قرر أبناؤه أن يضعوا حدا لهذا الأمر. ربطوا منوف بحبل وألقوه في بئر عميقة. وفي الصباح بحث عنه عمرو كعادته، لكنه لم يجده. عندما وجده رأى شيئا جعله يفكر. كان الصنم مربوطا بجثة كلب ميت عندها. قال عمرو لنفسه: إله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يرمى في القمامة، هل يستحق أن يعبد؟ ذهب عمرو إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. كانت فرحته كبيرة، فقد وجد الحق الذي كان يبحث عنه. بعد سنوات جاءت غزوة أحد. كان عمرو يريد أن يشارك فيها، لكنه كان أعرج. قال له أبناؤه: يا أبي، لقد عذرك الله، لا يجب عليك أن تذهب. لكن عمرو قال: أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه. أذن له النبي بالذهاب. قاتل عمرو بشجاعة حتى استشهد في سبيل الله. قصة عمرو بن الجموح. كان عمرو بن الجموح شيخا وقورا في المدينة المنورة. كان يحب قومه ويحبونه، لكنه كان يعبد صنما قديما صنعه بنفسه. كان يطلق عليه اسم منوف. كان يضع له أجمل الثياب وأطيب الطعام. أبناء عمرو كانوا قد